أنتم الأبطال وألف مبروك. لكن المغامرة لم تنتهي، والبطولة خارج الديار ليست كوسط الأهل والحبايب. وعلى أرض غانا أنتم مطالبون بالتأكيد. اول ما وصلنا غانا الصبح مشاده انا سامعها بين كابتن حسن وحد من الصحفيين ان انت ازاي ما بتستبعد المنتخب، وازاي بترشح المنتخب انه ياخد مركز بعيد و12 و13 حاجه كده في البطوله، وان المنتخب مش هيحقق حاجه. المفروض الاعلام في الفتره دي كان يدي دوافع ويحفز اللاعبين اكتر ويحفز الجهاز الفني اكتر. فالموقف كان فيه ضغوط كبيره علينا، ان احنا زي ما قلت ما فيش منتخب حقق في الفترات الاخيره البطوله مرتين ورا بعض. احنا اول ما وصلنا الفندق في 2008 في غانا، وائل شاهد اهو، كان الاوضه بتاعتنا نوال، كنت بنزل وائل على طول. كان الكابتن احمد حسن اللي موجود، كان كابتن الفرقه. فانا قلت له انا شفت حلم اللي احنا هناخد البطوله، طريقه الاحتفال بالكاس. فاحمد حسن قال لي قال لي بابا غطى كويس بس. فقلت له ان شاء الله هناخد البطوله وانت اللي هترفع الكاس، بس احنا عاوزين نتفق على احتفال خاص لما تيجي ترفع الكاس. قال لي ماشي، واتفق وطلع على الترابيزه جنب ترابيزه التلفزيون اللي كان موجوده في الاوضه، وطلع. والاحتفال اللي عمله في النهائي انه شال الكاس وباسه وراح رفعه، ده احتفال احمد حسن عمله في اوضتي انا ووائل في قبل ما نبدا البطوله خالص. وائل شاهد واحمد حسن ان شاء الله حي يرزق. المنتخب الانغولي يعرف خطوره الكرات الثابته خاصه من ابو تريكه. الكره تصل بلاعب المنتخب الانغولي للمره الثالثه. حسني عبد ربه حسني عبد ربه ليه حسني عبد ربه مر الكره لعمرو زكي. عمرو زكي لاحمد فتحي. احمد فتحي يلعب كره عرضيه تمر الجميع. متابعه من عمرو زكي. بالنسبه لي دي البطوله الامتع كوره في الثلاثه داخل الشباك اللي كنا بنلعب فيها كوره للمتعه. اللاعبين حتى كلهم نضجوا بشكل كبير جدا، كمجموعه انسجمنا اكتر، بقالنا مثلا 4-5 سنين بنلعب مع بعض، فبصراحه كان فيها كوره ممتعه يعني. 2006 هي بطولة الروح والإصرار وبطولة الجمهور. 2008 هي البطولة الأعلى فنيا كمستوى فني. لا احنا كل الحمد لله المباريات اكتساح بالنتيجة، بالأداء، بالروح الموجودة، بالأداء الجهاز الفني اللي كان على أعلى مستوى. مع هذه اللقطات والفرحة المصرية في ملعب بابا يارو بمدينة مصر. ما لعبتش الدور الاول خالص كاساسي، كنت بنزل احتياطي. بدات بقى البطوله في مباراه انجولا ولا ايه؟ ايوه انجولا. كوت ديفوار دي كانت قبل النهائي. صراحه مباراه صعبه، من المباريات الصعبه اللي جت علينا في يعني. ايوه وبعدين بقى كان هم كسبانين تقريبا غينيا، وبحركه اللي هي بتاع دروجبا لما وقف عند المشروب. عند المشروب. وده الهدف بتاعه. الجول ده كان غريب بالنسبه لي. انا في واقف ورا احمد وهو بيشوط الكوره ماشيه بوسط المدافعين يا تيكا، سبحان الله، تحس ان هي يعني عارفه طريقها. الهدف ده على الروح عندنا قوي الصراحه، لانه كان ممكن، لانه هو فريق صعب ومستحيل وبتاع. بعد كده هدف عمرو، هدف عمرو 2-0 بقى كل الشوط الثاني وانت متقدم 2-0 وفاضل نص ساعه، فخلاص بقى. برغم ان هم في المباراه دي اكتر مباراه سيطروا علينا كفريق في البطوله كانت هي المباراه دي، وضيعوا فرص الصراحه في الستار ده. انما في احيانا كانت الكره تقول لك عايزاك، يعني معظم الفرص اللي احنا رحنا بيها جبناها. ده الهدف بتاع عمرو زكي مع كولو توريه.
غريب برضو الهدف ده يعني كل جريفن ده راح يعني بتجان. الخوف، لا الخوف خلاه يعني يقابل عمرو بالطريقه دي، يرجع لغايه ما وصله داخل منطقه الجزاء. بص يعني وسابه والراح. سبحان الله. لا يا توفيق كان حليفنا طبعا في البطوله دي، بس انا زي ما بقول الاداء الفني كان كبير قوي. كابتن حسن من احسن المدربين اللي اتعاملت معاهم، ممكن افضلهم بصراحه المستوى الفني والمستوى التعامل النفسي. كابتن حسن تريكا لو تفتكر ما كانش مدرب معانا بالظبط، كان كانش زي مدرب، الأخ. كان اخ لينا وحاجه انت بتحبها. كلنا بنلعب يعني عشان خاطر مصر طبعا، وعشان خاطر الجهاز اللي معانا، الناس اللي معانا دي يعني. ده الهدف طبعا الرابع اللي كان الختام يعني. بصراحه الاهداف كلها حلوه يعني ما تقولش على هدف وحش مثلا، او حتى لو في توفيق هو حلو، فاهم؟ وزي كما تقول نسخه من المباراه، من الهدف النهائي، نسخه بقى مختلفه، انما نفس الانطلاقه من ورا، نفس الباص من زيدان برضو من نوعيه المهاجمين اللي انا كنت احب العب معاهم جدا. زيدان بيفهمك من اللمس، من النظره، يعرف يتحرك فين المساحات، يسهل لك المأمورية. الصراحة بطولة الاحتفالات دي. في نقطة بتعمل حساسية دايما، الأهلاوي والزملكاوي. وكابتن حسن نجم زمالك ومعروف، واحد من أساطير نادي الزمالك اللي مروا على تاريخه، وكان معاه أغلب المنتخب أهلاوية، كنا بتاع 8 أو 9 لعيبة من الأهلي في المنتخب. الحته دي قبل كده كانت بتعمل مشاكل شويه في المنتخب. من اول ما تولى الموضوع ده انتهى تماما في المنتخب، مفيش فرق بين لعيبه اهلي ولاعيبه زمالك، وهو نفسه اللي وصل لنا النقطه دي. والدي الله يرحمه كان يقول لي كابتن حسن، والدي كان اهلاوي، بس كان يحب يتفرج على كابتن حسن مع انه زملكاوي. يقول لي لا، كابتن حسن كان يمتعك في الكوره. الاحساس ده وصل للعيبه الموجوده، ان مدربك كان لعيب اسطوري، بيتعامل معانا بحب، عارف وائل وعارف ابو تريكه وعارف عمرو وعارف عماد، يبص في عينينا كده يبقى عارف احنا كويسين ولا مش كويسين، بنفكر في ايه، زعلانين مبسوطين، يعني مركزين ولا مش مركزين. هو ما كانش شغال لوحده، لا هو كان شغال معاه جهاز على اعلى مستوى محترم، كابتن شوقي، كابتن حماده، كابتن احمد سليمان، حتى الجهاز الطبي. النقطه الابرز يا تريكه في الكابتن حسن كانت الثقه بصراحه، الثقه في التعامل مع اللعيبه وتعامل اللعيبه معاه. عارف ان وائل وابو تريكه بيناموا بدري، ما بيسهروش، ملتزمين، الاوضه الوحيده اللي ما كانش يجي ناحيتها. كان دايما هو عنده عاده، هو وكابتن شوقي والجهاز، يمر على غرف اللعيبه بالليل يشوف مين موجود الاوضه، وياخد ويقول لهم سيبوا مفتاح الاوضه بره. فالاوضه الوحيده اللي كان ما يعديش عليها، لانه واثق ثقه عمياء فينا، الاوضه بتاعتنا. كان عنده العدل، وكان دايما حاجه برضه انا اقولها من الحاجات الاسرار، مش الاسرار، الحاجات اللي كانت جوه المجموعه. المكافآت الماليه بتاعه كل الموجود كانت الاول في اللائحه الموجوده، كان اللي بيشارك له نسبه اعلى من اللي بيبقى احتياطي او بينزل. هو لا، هو اول ما جه اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش. مكافآت فلان بياخد مثلا 10 قروش وبيلعب كل الماتشات، اللي زيه هياخد 10 قروش. فدي من الحاجات اللي كانت خلقت روح كويسه للمجموعه. ال 25 ولا 30 اللي كانوا موجودين كانوا بياخدوا زي بعض في المكافآت، فدي حاجه من الحاجات اللي هو اشتغل عليها كويس. خلق روح حلوه، روح كويس داخل المجموعه. تحس انا عن نفسي انا كنت ببقى مبسوط وانا رايح معسكرات المنتخب. احنا طبعا كنا معلمين على الكاميرون في المباراه الافتتاح رباعيه. طبعا اول مره يلعبوا قدامنا واحس ان هم خايفين مننا في الفاينل ده. فاكر لما نازلين نازلين في الممر بتاع وشهم مرعوبين ما فيش الا ايتو اللي كان بيتكلم. بس احنا برضو بذكائنا ورغبتنا احنا يعني دوسنا عليهم بلغه الكوره يا تريكا. لو تفتكر اتفقنا مع بعض في بدايه المباراه ان احنا لازم نستغل الخوف ده ونضغط عليهم. يعني بص كميه الفرص اللي احنا ضيعناها في البدايه.
انا بستمتع الصراحه بالنهائيات، تحس ان انت رايح بقى فسحه رحله، Jeremy مستمتع بقى، في chasing ضغط back. تعب، الناس تعبانه في الدقيقه الهدف 77 Get it out wide وتعب. to Mohamed Zidane. واحمد وطبعا زيدان ما شاء الله عليه، Got زيدان himself in a bit of trouble مقاتل here. الصراحه، وسونجا كتر خيره. Oh, he's got it out to Abu Dhaka. ده الهدف نفس بتاع كوت ديفوار بس في الزاويه اللي في الارض. From Mohamed Zidane. كان He فيها توفيق battled كبير. so hard. من اللحظات He اللي won the الواحد ball off الصراحه Rigobert Song. ما يزهقش من كتر انه ما And يشوف Mohamed او Abu يتذكر. Dhaka. Has he won it again? كل الفريق في الشبكه. محمد زيدان عمل دور كبير في البطوله دي بصراحه. زيدان هو حسني انا شوف حسني كان ليهم وزيدان دور كان كبير لهم دور جدا كبير. Mohamed Abu Dhaka. في البطوله دي. ده ابراهيم That سعيد goal طبعا. in the كان بيعد بس. 76th minute ابراهيم ما شاء الله. is making way. And it's Ibrahim Said, the vastly خلاص الوعد. experienced defender who's coming into the game. اللحظات الاخيره بقى ان شاء الله. The referee from Benin, Kofi Kodja, looks at the watch. يلا يا كوفي، كوفي ده الحكم. He blows the full-time whistle. Egypt, the Pharaohs, are champions of Africa. بيتهيألي كان يعني من اللحظات النادره ان منتخب فاز بالبطوله مرتين ورا بعض، صح؟ يعني انا ما افتكرش منتخب فاز بالبطوله مرتين ورا بعض. امال لما تشوف الثالثه. ما انا بقول لك يعني احساس الثالثه بقى ده يعني هيبقى حاجه تانية. الفوز أن تأتي الكرة المناسبة في الدقيقة المواتية للخاتمة المرجوة، وحينها تحس أن كل شيء رائع، وأن روعة الكون تحيط بك على ذلك المستطيل الأخضر. زيدان برضو ملك الاحتفالات، كان عمل الاحتفال في المباراة الافتتاح، افتتاح الجزمة الحركه بتاعت الحذاء والأجواء الأفريقية، تتويج. كان عيسى حياته ساعتها رئيس الاتحاد، زهق مننا من كتر البطولات في الفتره. كان يشوفنا في الأندية مع الأهلي ويشوفنا في المنتخب يقولوا أنا ما ارويش إلا أنتوا. وطبعا الكاس كابتن احمد حسن ما بيسيبوش. صاحب الكاس عمادي، كابتن حسنين حمزه، الدكتور. دي فرحه مصر طبعا، فرحه المصريين. فاكر الفيديوهات اللي احنا كنا بنشوفها قبل الماتشات؟ صراحه فرحة الحاجات الناس في النفسيه اللي الشوارع. الجهاز كان بيشتغل فيها كويس، انه يوريك صوره الناس وهي فرحانه. الشوارع، ناس بتخرج بعد الماتشات، لا